بصوا اصعب حاجه في اي حاجه البدايه. هنقعد نقول لك يا بطل خد بالك من وقتك ولا تتعجل الحصاد. حبيبي النهارده بيقرر ان هو ينضبط. النهارده انا كنت مقصر مفيش مشكله، بيقرر ينضبط النهارده فبيبدا يذاكر النهارده. بعد اسبوع التحسن لم يظهر بعد. طب ولما التحسن ما بيظهرش بيعمل ايه؟ قال لك خلاص بما ان مفيش تحسن بيحصل انا مش هخليني زي ما كنت. لا 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 لا، التحسن مش هيظهر في يوم ولا في يومين ولا في 3 ولا في اسبوع. التحسن هيظهر على اللونج تيرم. على فكره اخر حاجه قبل ما ابدا حل هقولها لك، ان ربنا بيجازي على المجهود والتعب وعلى مش بس المذاكره. يا جو ايه الفرق بين المجهود والتعب وايه الفرق بين المذاكره؟ ما المذاكره في مجهود وتعب، ركز بقى معايا في الاختلافات البسيطه. المذاكره يا حبايبي جزء من المجهود او هي مجهود ماشي. في الثانويه العامه حاجه اسمها مجهود نفسي ومعافره نفسيه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا بذاكر فده مجهود واجتهاد ربنا هيعوضني عليه السنه دي او في ميزان حسناتي او في الاخره او كمان في الدنيا في الجامعه لازم يعوضك. ان لا نضيع اجر من احسن عملا. وعد ربك هفضل اقولها لك كل ما اشوفك، اصل وعد ربك سبحان الملك يعني. طيب فاوريدي انا بتعب اهو ماشي. في كمان بقى تعب واجتهاد نفسي. ازاي؟ انا مثلا مضغوط، انا قلقان، انا متوتر، انا بفتح الكتاب ماليش نفسي اذاكر. بتحصل مع ناس كتير، ركز معايا الله يبارك لك. ومش انت لوحدك ومش انتوا لوحدكم، كل الناس مهما كان مستواه لازم يمر عليها لحظات كده، في اللي بيطول وفي اللي بيقصر على حسب بقى حالتك النفسيه ومودك وقربك من ربك واستعانتك وكلامك لنفسك وهكذا. وبتتاثر بالكلام السلبي بالاخرين ولا لا؟ المهم ففي ناس بتقعد تجاهد نفسها، ماليش خلق افتح الكتاب النهارده، متضايق، انا ماليش نفسي اذاكر. في ناس عندها شويه مشاكل نفسيه او مرضيه، ركز معايا. في ناس لما تبص على المتراكم في اي ماده يوه والله انا عايز اشد حيلي، والله انا عايز ابقى كويس، بس لما افتح ابص المراكم كل ده. الفكره بقى المجهود او المجاهده النفسيه دي او الاجتهاد النفسي ده برضه عليه حسنات كتير جدا جدا جدا، وربنا بيجازي بيه اخر السنه. من الاخر ربنا بيجازي اخر السنه، ركز معايا الله يبارك لك، على حاجتين: مذاكرتك وكمان جهادك مع نفسك. مذاكرتك ومعافرتك، مذاكرتك وحالتك النفسيه اللي انت بتضغط بيها، مذاكرتك ومعافرتك انك تسد ودانك وكلامك ومن كلام اللي حواليك والكلام السلبي بتاع المدرسين اللي بيكسر مقاديفك واللي حواليك والناس واهلك اللي بيقارنوك بغيرك. ده كله اللي بيعمل عظمه في الاخر، والعظمه لله وحده. مش بس المذاكره، انك تكون كمان بتحاول تطور من شخصيتك، انك ما تسمحش اللي حواليك، انك بتحاول تعافر وتزق نفسك، انك بتحاول تجاهد نفسك وتجاهد شيطانك وتجاهد نفسك. اماره بالسوء بتامرك بالكسل وانت مش نافع ومش عارف ايه. شيطانك عايزك بايظ اصلا كده كده، دي شغلته، ركز معايا الله يبارك لك. شيطانك قاعد لك، فبالتالي مثلا لما يقول لك ايه انت مش نافع، يعني هو اللي نافع وخده ايه؟ يعني بص مش عارف انت هتعمل ايه، يعني ما انت بتراكم كتير، انت متنقل على عينك، لا ده ما عادش وقت، لا ده كذا. شغلته يوترك. فنفسك وشيطانك واللي حواليك ده انت بطل يا جدع والله، يعني ولاد وبنات انتوا ابطال والله على كل ده واللي بيحصل ده كله، ومعافره جامدين تنين. الحق برضه من باب الحق يقال ان انت برضه مش اول ولا اخر واحد في الثانوي. الحق يقال ان ربك معين كريم لطيف جبار بيجبر خاطر العبد. الكلام الحق يقال ان في ناس بدات متاخر وبدات تدم المواد وبدات كانت مراكمه وشدت حيلها السنين اللي فاتت، وربنا كرمها اقسم بالله السنين اللي فاتت على ايده وعلى ايد مدرسين كتير بفضل ربنا في مواد ثانيه، ركز معايا، وبداوا من نص السنه وبداوا من مراجعات ومش عارف ايه، بس بداوا بجد بعيد عن الموبايل والسوشيال ميديا ويظبطوا وقتهم على قد ما يقدروا. وسيبك من الجدول ابو ورقه وقلم وكل حاجه بالسنت دي وبالساعه، ده انت مش آلة، لازم يبوظ منك ولازم تتقفل. مش بالساعه كذا هعمل كذا، قطع الكلام ده يا باشا، بس في النهارده هحاول اعمل كذا وكذا 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 من غير مواعيد ومن غير ساعات، وشد حيلك انك تخلصهم وقت ما تخلصهم. المهم والناس اللي عفرت وعملت كده ولمت الدنيا ربنا كرمهم اخر سنه بمجموع حلو جدا. ملخص الكلام برضو من حق ربنا يتقال، ركز معايا، ان الانسان اللي بيكون شايف انه مراكم شويه او مضغوط شويه او حالته النفسيه صعبه شويه مش طايق الكتاب، اول ما يخش في المود بس يوم واثنين وثلاثه بيلاقي ربنا كرمه ونص اتفتحت. بصوا اصعب حاجه في اي حاجه البدايه. ثاني ما ننساش الجمله دي، اصعب حاجه في اي حاجه البدايه. اصعب حاجه في انك تكسر زهقك انك ما تذاكرش انك في البدايه، بس تكسر قفلتك وانك متضايق شويه ونفسيتك مش احسن حاجه انك مضغوط ومش عارف ايه، البدايه بس. اصعب حاجه في اي حاجه في بدايه كليتك ولا بدايه حياتك ولا بدايه جوازك ولا بدايه شغل هتشتغله بعدين، هي البدايه. كسرتها بس، ركز معايا، مش تفضل كده على طول، مش تفضل متضايق على طول، لا لا لا، كسرتها ربك بيفتح نفسك، كسرتها ربك بيعينك، بس هو عايز يشوف معدنك الاول، عايز يشوف ارادتك الاول، عايز يشوف هتعمل ايه الاول. هو كريم ورحيم وجبار وجبر للخواطر وكل حاجه اقسم بالله، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. بس الفكره عايز يشوفك انت الاول، ادي ما عليك ولا عليك. عايزك تشوفك انت الاول، ادي ما عليك ولا عليك. يعني ايه؟ ادي اللي عليك انت وادي اللي عليك انت، ولا عليك بالباقي ولا عليك بالنتيجه ولا عليك بعوض ربنا، سواء في الثانويه او بعد الثانويه او في حياتك هيعوضك دي بتاعته. اعمل اللي عليك ومالكش دعوه في حاجه. من الاخر. واخر حاجه هقولها، انت مسؤول عن السعي، مسؤول عن النتيجه. انت مسؤول انك تسعى، مش مسؤول عن النتيجه، مش مسؤول تجيب كام ولا ما تجيبش كام، لا 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 خالص، مش بتاعتك يا صاحبي، مش بتاعتك بجد، تحت ربك، هو عارف هيعوضك امتى وفين. المهم انت تطلع السنه دي ربك راضي عنك، انت راضي عن نفسك، دي اهم حاجه، الله يسترها عليك بس. وادي ما عليك
ولا علي، وانت مسؤول عن السعي، مسؤول عن النتيجه. بس حطهم في دماغك، قوم وزق نفسك، قوم وعافر تاني، قوم واضغط على نفسك، قوم وكل ده عند ربك بتكتب. قم وقاوم وانت بطل قصتك، وقصتك لم تنتهي بعد. ربنا ييسر اموركم ويسعد قلوبكم ويحقق احلامكم ويفرج همومكم ويرزقكم الرشد والرشاد. هنقعد نقول لك يا بطل خد بالك من وقتك، خد بالك من وقتك، عمرك ده بقى، عمرك ده اوعى يضيع كده على الفاضي. ونقول لك تاني يا عم الحاج ان احنا ما زلنا على عهدنا معاك، كملين مفيش تهريج، في استكمال لمسيره، في جهد بيبذل كل يوم اكتر من التاني، تفضل تشتغل. هفضل اقولها لك ازرع جميلا، بس مش هقول لك المره دي ازرع جميلا ولو في غير موضعه، بس عايز اكد على حاجه، ازرع جميلا. والجمله المهمه بقى كمان لانها لاحظتها فيكم، ولا تتعجل الحصاد. حبيبي النهارده بيقرر ان هو ينضبط. النهارده انا كنت مقصر، مفيش مشكله، ماشي، كلنا اصحاب تقصير، مقصرين. بيقرر ينضبط النهارده، فبيبدا يذاكر النهارده. بعد اسبوع التحسن لم يظهر بعد. طب ولما التحسن ما بيظهرش بيعمل ايه؟ قال لك خلاص بما ان مفيش تحسن بيحصل انا مش هخليني زي ما كنت. لا، التحسن مش هيظهر في يوم ولا في يومين ولا في 3 ولا في اسبوع. التحسن هيظهر على اللونج تيرم، مدى طويل، يعني شهور. زي ما انت كنت مقصر لسنوات والتقصير ده والتراكم ده ما حصلش في يوم، فانك ترجع وتبقى كويس مش هيحصل في يوم. ولذلك قلنا ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. طباع الايام ما بتقولش انك هتبقى وحش في يوم ولا هتبقى كويس في يوم، وانما محتاج وقت انك تقعد تشتغل وتتدرب. وحافظ دايما على حاجه، ان يفضل عندك امل، ما تبقاش محبط. طب هذا الامل الباعث فيه ايه مع ان في حاجات كتير محبطه حواليا؟ يقين بالله، عارف ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك، وان انت مهما عملت. تخيل يا اخي الواحد بيبقى عامل سيئات كتيرة جدا ومتمسك برحمة الله، بس يعني هي كده فعلا. ومن يقنط من رحمة الله، مين يقنط من رحمة الله؟ اللي بيقنط من رحمة ربنا ده شخص ده مش ما بيفهمش. مين النهارده مش مدرك ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغير حاله من حال الى حال اذا اطلع على قلبه فرآه ايه بقى؟ صادق في وعده، قرر بيقين من جواه انا هبقى كويس عشان والدي ووالدتي، انا هبقى كويس عشان ربنا يرضى عليا، انا هبقى كويس عشان بص انا هبقى كويس عشان اسباب كتير، بس اهمها رضاها، يعني رضا ربنا عني ورضا والدي ووالدتي عني. فيبدا يشتغل، فربنا سبحانه وتعالى يطلع عليه فيرى منه خيرا. ولذلك بيقول دايما اروا الله منكم خيرا، لان ربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فانت غيرت اللي في نفسك، فربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بنعمه الفهم والسعه والرزق والبركه في الوقت. كل الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى زود لك فيه البركه. ولذلك بنقول لك اهو، يعني ربنا يكرمكم، بارك الله اهي والله في اوقاتكم واعماركم، لان خير الناس من طال عمره وحسن عمله. الاتنين مع بعض، طال العمر وحسن العمل. بارك الله في اوقاتكم واعماركم. ولذلك لما كان واحد يقول لك ايه اعمارنا اعمالنا، يا حبيب قلبي اعمارنا اعمالنا. واوعى تنسى يا صديقي ان مطلوب منك انك تحسن في عملك وتتقن في عملك. وهقول لك الجمله الشهيره دي كمان، وقيمه المرء، اللي عامل لك قيمه ما قد كان يحسنه. قيمتك حبيب قلبي في الحاجه اللي انت بتعرف تعملها، فاحسن في عملك، احسن يحسن الله اليك. والله العظيم، احسن في عملك واتقي ربنا، وبطل تجري المحاضرات وتقعد مش فاهمها. انت لو مشيت بالراحه واحده وقعدت لحد الاخر كده تسمع النصيحه هتحس براحه كبيره جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. نسال ربنا سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاتقان والعمل الجيد، وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. نراكم دوما على خير صديقي العزيز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.